مول الحوت. الملك بغاكم تاكلوا الحوت ورجعتن بيع بفضله. ولا للوسطاء في طريق البسطاء. هذا ما قاله الشاب بائع السمك بعد عودته لنشاطه. عاد الشاب المراكش المعروف بلقب مول الحوت آل استئناف نشاطه في بيع الأسماك، بعدما أصبح رمزاً لمواجهة جشع الوسطاء والمضاربين في الأسواق. وجاءت عودته عقب استقباله من قبل ولي جهة مراكش سفي، الذي منحه الضوء الأخضر لعادة فتح محله. ولد عودته حظي باستقبال حاشد من قبل المئات من المواطنين، الذين عبروا عن دعمهم له وتقديرهم لموقفه في الدفاع عن حقوق المستهلكين وتوفير الأسماك بأسعار معقولة. ويذكر أنه تم اليوم إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني وتعيين نائبه قائدا بالنيابة بسبب الشاب مول الحوت. نهاية الموجز. إلى اللقاء. صدى الأخبار 24. نواكب الأحداث، لا تنسى المتابعة.